واختلف المؤرخون في تحديد معركة ذي قار، فقيل هو بعد ميلاد النبي عليه الصلاة والسلام بقليل، وقيل أنه ولد عليه الصلاة والسلام ل8 أشهر من ولاية إياس بن قبيصة على الحيرة، وقيل قبل النبوة بقليل وهو الأقرب، وقيل أيضا بعد النبوة بقليل، وقيل بعد الهجرة، وقيل بعد غزوة بدر، وقيل غير ذلك كثير. وولى كسرى على الحيرة بعد إياس حاكما من فارس اسمه أزدبه ابن مهبيان ابن مهرا بندان، وظل يحكم 17 سنة من سنة 614 ميلادي إلى سنة 631 ميلادي، ثم عاد الملك إلى آل رخ سنة 632 ميلادي، فتولى منهم المنذر ابن النعمان الملقب بالمعرور، ولكن لم تزد ولايته على 8 أشهر حتى قدم عليه خالد بن الوليد بعساكر المسلمين. أما الملك في الشام، العهد الذي هاجت فيه العرب بهجرات القبائل، سارت بطون من قضاعة إلى مشارف الشام وسكنت بها، وكانوا من بني سليح ابن حلوان، الذين منهم بنو ضجعم ابن سليح المعروفين باسم الضجاعمة، فاصطنعهم الرومان ليمنعوا عرب البرية من العبث وليكونوا